مفيش بيت اليومين دول إلا وفي واحد على الأقل عنده دور البرد اللي ماشي، وأعتقد كلنا حاسين وعايشين في الدور ده. طيب يا ترى العدوى اللي منتشرة اليومين دول هي متحور من متحورات كورونا ولا إنفلونزا ولا الكلام على إيه؟ الحقيقة هي متحور من متحورات كورونا، ومشكلتها الأكبر في العدوى البكتيرية الثانوية اللي بتنتج عنها. يعني اللي هيقول لي ان احنا هنقضيها بنادول ونشرب ينسون ونشرب ليمون، الكلام مش هينفع خالص كده. الفيروس ده بينتج عنه عدوى بكتيرية بتمسك في الزور او في اللوز، في خلال يوم ونص يومين بتبدأ تطلع للمناخير تعمل زكام، وخلال يوم ونص يومين لو ملحقناش الدنيا بتبدأ تنزل على الرئة وتعمل مشاكل في الجهاز التنفسي. لو الدنيا ما اتلحقتش بمضاد حيوي خلال يوم ونص يومين من وجع الزور، الموضوع هيقلب بعد كده وهيوصل للجهاز التنفسي، وخصوصا مع الأطفال الصغيرة، مع كبار السن اللي مناعتهم ضعيفة، اللي عندهم أمراض مزمنة زي السكر أو الضغط أو أي حاجة بتضعف المناعة. الموضوع ممكن يوصل لا قدر الله لالتهاب شعبي. طيب هنتعامل إزاي لو بدأت تظهر الأعراض دي؟ مبدئيا هناخد سيبامول فوار اللي هو فيتامين سي مع باراستامول، أو هناخد فيتامين سي عادي مع بنادول. المهم إن احنا نحاول نرفع المناعة شوية مع الباراستامول، ونشوف نفسنا لو فضل وجع الزور يوم ونص يومين ومفيش تحسن، لازم ولابد ناخد مضاد حيوي. هيطلع حد يقول لي احنا عارفين بروتوكول الكورونا وكنا ماشيين عليه، بناخد الزيثرون وبناخد فيتامين سي وبناخد الزنك والدنيا تمام على كده. هقول لك لا، المتحول الجديد ما شاء الله بقى صايع شويه، ما عادش بياكل معاك الكلام ده. الزيثرون جسمنا تقريبا كلنا بقى عنده مناعه منه خلاص. البكتيريا اللي كانت فيه والمتحول اللي كان بيجي لنا قبل كده اتعود على الزيثرون من كتر ما بلبعناه. طيب ايه البروتوكول الجديد اللي المفروض نبدأ نتبعه لو الأعراض استمرت أكتر من يومين ووجع الزور بدأ يزيد وبدأ نوصل لمرحلة الزكام وهنخش لا قدر الله في عدوى الجهاز التنفسي؟ الشغل بتاع الزيثرون والزيثروسين والثلاث اقراص والخمس اقراص قلنا خلاص ما عادش فيه منه نتيجة. المفروض دلوقتي هنتكلم في مستوى تاني من المضادات الحيوية. عندنا السوبراكس، الشراب منه للأطفال أو الكبار، الإقراص، عندنا التفاسين، عندنا التافانيك. دي مواد المفروض إن هي جديدة على أجسامنا بالنسبة للمتحول الجديد وبالنسبة للبكتيريا الجديدة اللي دخلت لنا. الشغل القديم خلاص اتهرس بالنسبة له، وهو ما شاء الله كل شوية بيتغير، فبالتالي لازم نغير المادة الفعالة اللي بنتعامل بيها. يبقى هنوصل لاننا نستعمل التافانيك او الليفوفلوكساسين. الحالة اكبر من كده هنبدأ نخش في الموكسيفلوكساسين زي الموكسيفلوكس. الحالة اكبر من كده لا قدر الله هنخش في الابريزوليد، ودي يعتبر من اعلى الحاجات المضادات الحيوية للإقراص. ولو ما كانش هنبدأ نتجه للحقن زي السيفوتاكس او السيفترياكزون او الفورتم. دي كلها حاجات مستوى اعلى لا قدر الله لو الموضوع زاد معانا. لازم ناخد معاها حاجة مضادة للالتهاب زي الأمبيزيم، الألفنترن، الليميتلس ألزايم، أي حاجة من الحاجات دي. دي بتحسن أداء المضاد الحيوي وبتهدي الالتهاب. غير كده لازم ناخد حاجة مسكن ومضاد للالتهاب زي الديكلوفيناك، الكتافلام، الديكلاك، أيا كان الاسم، البروفين. المهم إن احنا نغير الموليكيول بتاع البراستامول اللي خلاص الجسم اتعود عليه. احنا دلوقتي بنحارب متحور، يعني احنا بنجيله من هنا بيجيلنا من هنا. في لعب، فاحنا لازم نقدر نلعبه. هنشتغل بالنظام القديم بالنسبة له ده خلاص كأنك بناخد بونبوني كده ملبس، ولا هيعمل أي حاجة. طيب لو لا قدر الله الموضوع تمكن من الجسم والعدوى خلاص مسكت في الجهاز التنفسي وبدأنا نشوف أعراض ضيق التنفس والكحة والكلام ده، هنعمل إيه؟ في الحالة دي يا ريت ناخد دواء مذيب للبلغم، لأن طبعا لما بناخد المضاد الحيوي بيحصل صراع ما بين المضاد الحيوي والبكتيريا، بينتج عنه تكون بلغم في الرئة، وده بينتج عنه صعوبة في التنفس. لو أخدت مهدئ للسعال، مهدئ السعال بيكتم البلغم جوه الجهاز التنفسي وبيخلي في صعوبة إن البلغم يطلع. طيب لو أخدت مذيب للبلغم هيبقى بسهولة جدا من أقل كحة إن أنا أطرد البلغم ويبدأ صدري يوسع والنفس يبقى كويس. طيب حصل زكام، في الحالة دي بناخد مضاد للهستامين عشان نوقف الرشح أو الزكام اللي موجود في المناخير. ما ننساش طبعا ان احنا نهتم بالغذاء الصحي اللي يرفع المناعة، نهتم باكل الخضروات والفاكهة، الفواكه اللي فيها فيتامين سي وبترفع المناعة زي الجوافة والبرتقال واليوسفي، والخضروات اللي فيها فيتامين سي زي الفلفل الاخضر. الحاجات دي كلها مهمة وضرورية.
نبعد على قد ما نقدر عن اللبن والسمك والحاجات اللي ممكن تعمل رد فعل تحسسي مع الجسم وتقلل مناعته. ومهم جدا في الدور ده الراحة التامة. يا ريت أي أم تلاحظ أعراض على عيل من عيالها ما تنزلوش المدرسة وما تنزلوش الدرس، يرتاح في البيت 3 4 أيام، عشان لو نزل أولا هيعدل زمايله، هيعديهم، ثانيا هيرجع الدور بانتكاسة أكبر من الأول. يعني لو بدأ يتحسن ونزل تجمعات واتحرك وبتاع، هيرجع البيت الدنيا هتكون باظت منه خالص تاني. فيا ريت نحافظ على نفسنا ونحافظ على عيالنا الكام يوم اللي فيهم العدوى لغاية ما يعدي الدور على خير، عشان ما نوصلش لا قدر الله لمرحلة التهاب شعبي والتهاب رئوي ويتحجز عيل في العناية ويتحط على جهاز تنفس صناعي ولا قدر الله نوصل لمراحل متأخرة مش عايزين نوصل لها. ربنا يحفظكم ويحفظنا ويعدي الدور ده على خير، وإن شاء الله نطمن عليكم. السلام عليكم.